مرحبا بحباب لاله مولاتي الحاجه فاطمه على قناتها الشاطره. ان شاء الله اليوم الفطور غنديروه مختلف، غنديروه غير الحوت كواري وغنعجنوا الخبز. فالخبز انا درت هنايا الخبز الصغير ودرت الخبز كبير. في الحاله لا بغاو يعمروه ولا شي حاجه نديرهم شو المهم لقاو هاد البطيبيطات الصغيورين يعمروهم كاشير، كاين طون، كاين البيض، كاين وكاين اللي كيبغي يخلط هادشي كلشي يديروا في هاد الخبيزات يعاونوا مع بريد تاعي. المهم حنايا اليوم درنا غير الحوت كواري وحاولنا نعجنوا الخبز، يعني ما نلقوش مشكله ديال الخبز، فدرنا الخبيزات الصغيورين. صراحه هاد المقله في الاول كيفاش كنت شريتها كانت كتحرق ليا، عاد عرفت بان راه خاص يكون البوطه عليها المهل تكون في الاخر ديال البوطه، يعني ثقيله وما يكونش الدقيق، يكون فيه التقريصه تكون باقا شاده في الخبز. ففي الاخر صقات ليا زوينه، كنطيب حتى المسمن. دابا نوريكم شي نهار كنطيب المسمن. اما المره الاولى فاش شريتها قلنا صافي ضيعنا فيها فلوسنا. المهم هنا شوف البطيبيطات كيفاش كيجي. انا كنعجنهم بالفورس والقمح تقريبا فينو نص ديال المقدار اللي كنديرو ديال الفارس، وكندير الكومبلي يما كنعجن به يما غير كنقرص به مره هكا. كندير حتى هذا البطبوط كبير لا ما تنفخش ليا بحال هكا، راه ما كيتسماش. هاد المقله ديال لا ماكوم بصراحه هما جوج لا ماكوم صدقوا لي بصراحه زوينين. الاخرى ديال القليان ولكن جربوا فيها حتى البطبوط كتطلعوا مخير وكتنفخوا دغيا بسرعه فائقه. شوف البطبوط تبارك الله كيجي. حيد ليا من البطبوط ديال الزنقه عامر كله سكر. لما طلعوا الخميره طلعوها بالسكر بالخميره والسكر وسدوا عليه داك التخربيقه اللي كيديروا، راه ماشي ديال الزنقه ماشي صحي الصراحه، عامر كله سكر.